السلام عليكم، تحياتي للجميع. مرحب. اليوم المقطع اللي بدنا نصوره اليوم صاير بعد هالشغلات اللي عم تصير بين لبنان وسوريا، وهالشي اللي متوقع وانا واللي كتير حكيت عنه واللي كنت عم اقول عنه. هلا بده يصير في انواع من السفين او سفاين بدها تنضق بين اللبنانيين وبين السوريين، وكلياتها ميد ان ايران، ميد ان الشيعة الموجودين هون، كلياتها ميد ان العروبة، كلياتها ميد ان كل شخص من مصلحته ينجح الثورة الإيرانية من تاني وجديد ويعيد الأيرنة لهالبلاد الموجودة أو للبنان وسوريا، إن بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. يعني العروبيين بيلاقوا حالهم إنه نحن بدنا نسيطر، بس إذا صار في نظام قوي ما عاد فينا نسيطر، فإذا بدنا نرجع نضم صوتنا لإيران. من مصلحتهم الإيرانيين وحزب الله وهالجحش الشعبي وهالكام حيوان كمان يرجعوا فيحطوا ايدهم بايد العروبيين كمان نفس الشيء. بالمقابل عندك أنظمة مثل مصر وغير مصر وهذا وبعض دول الخليج بيقول لك هلا اذا ارتاحت سوريا وارتاح هونيك نحن عنا بدنا يصير في تعب عنا. نفس الشيء بدنا نخبط بالقصة ونخبص، ما بيعرفوا هن بيكونوا بهالطريقة عم يحفروا قبرهم بايدهم. عموما الجهل مسيطر على الدول العربية، الجهل مسيطر على الأفراد الموجودة بهالشعب السوري واللبناني. يعني قيادة السفينة محتاجة لحكمة كبيرة كتير 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 من الشعب اللبناني والشعب السوري ومن الإدارة السورية الجديدة. نحن كلياتنا مع محاسبة العالم، بس إذا بتلاحظوا الشيعي كل شيء قتل، كل شيء عمل مجازر، كل شيء قتل وحرق مصاحف وحرق مساجد. الشيعي والجحش الشعبي والوسخين هول كلياتهم كل شيء عملوا من مجازر. لك لما كنا نشوفهم يولعوا الإطارات ويرموا الناس عليها هي ومشتعلة ويولعوهم، أو يربطوهم بشجرة ويولعوا إطارات كاوتشوك ويحرقوهم. فهذا كلياته هذا الناس بينسوه. بس ولكن إذا واحد قاتل رجع تم قتله، هذا حرام صار، هذا عم يقتلوا الشيعة وعم يقتلوا العلويين. والبلوى منها هون البلوى الحقير يلي بيكون ثمنه من دون ثمن. أنا بنظري ما بيقول ثمنه فرنجين، لا، هذا بأيام الغلا ما له ثمن. بيجي واحد بيطلع لك واحد بيقول لك أنا ماني مع تقتلوهم وماني مع كذا، إذا وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. ما هو القتلة كلياتهم قاتلين، بدك ما ينقتلوا يسامحوهم هلا وبعد فترة تفكس القصة بيرجعوا هن نفسهم تسامحوا، هلا بيرجعوا بيقتلوا من تاني وجديد. ما في شيء، القصاص بده يمشي، والقصاص هو أمور شرعية، وإذا بدنا نبعد عن الشرعية هي أمور قانونية. يعني يلي بينقتل يلي بيقتل بده ينقتل، ويلي بيسرق بده يتعاقب، ويلي بيرهب العالم بده يتعاقب. ما بدنا نحن هيك، لا، ما في شيء اسمه هيك. ما في شيء اسمه سماح. السماح بيكون بين العالم، بين النفوس. انا والله بحقد بلاقي حالي انه خلص هلا يلي انا ماشي معهم ضعفوا، اوكي خلص، هذا السماح. الناس بتسامح على واحد حقود، واحد بيشتم، واحد بيلعن، اوكي، بس ما ملطخه بايده دم، ولا ملطخه بايده سرقات، ولا في شيء. خلص اوكي هذا بيتسامح عنه. بس واحد قاتل اجى بدي يسامحه؟ لا بقى. ليش؟ المقتول كلب يعني؟ المقتول من اصل واطي يعني؟ المقتول هو عبارة عن عائلة الصراصير اللي ماتوا؟
هل ما بحق لهم يشوفوا يلي قتل ابنهم او يلي قتلوا عائلتهم في قصاص تم القصاص منه يعني؟ لا، هالشي مش مزبوط ابدا ابدا ابدا. المهم من الاخر، وانا كلبناني عم احكي، الشعب السوري خليه يستمر وبيستمر، واللبناني ان شاء الله بيتعلم وبيقوم من هالجهل يلي هو فيه. ان شاء الله بيتعلم بيقوم من هالجهل يلي هو فيه اللبناني، وبيطلع من هالاحزاب والمناطقيات وهالشغلات الوسخة يلي عم يجي، وهالقصة استكلاب واستقواء الزعامات عليه. انا لبناني حر، ونحن في اكتر منا، وكلياتنا مع الشعب السوري بخياراته. اللبناني يلي منو حر، اللبناني الوسخ، اللبناني النتن، هو بيكون ضد الشعب السوري وضد خيارات الشعب السوري. انا كشعب لبناني ما لي علاقه بالسوريين، السوريين انا بايدهم باللي عم يعملوه، بس ولكن الشيعي يلي اكل خازوق واللي عم يوجع طسطوسته عم توجع من الخازوق اللي فات فيها، بده يعمل اي شغله ليمحق النظام الجديد بسوريا. وهي بنقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طويله على رقبتهم كلياتهم، طويله على رقبه السياسيين العرب، طويله على رقبه السياسيين اللبنانيين، طويله على رقبه حزب الشيطان، طويله على رقبه ايران، انه المشروع السوري باذن الله يوقف. وكلياتنا بندعي للشعب السوري بالخير، ومثل ما بندعي لنا نحن بلبنان نقدر نخلص منهم لهالحسالات هول، وننتقل من السواد، من عيشة المجارير، من عيشة النتانة الإيرانية ونتانة حزب الشيطان، للمستقبل يلي هو مستقبل بنتمنى يكون مستقبل زاهر ومستقبل حلو، ويطلع هالبلد من الوساخة والدناسة للجمال والعافية بإذن الله، ويعطيكم العافية.